السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى كامل تكونوا ملاح، الصحة تاعكم مليحة. اليوم جيت نطلع عليكم هكا بوصفة خفيفة ظريفة وبنينة وسهلة سورتو، بطلب من اخي الصغير. قال لي ديري لي دونتس، الو درت له هكا تشكيلة تاع لي بنيه. اذا كانت اول مرة تشوفوا فيديو في قناتي ما تنسوش الاشتراك. الو بالنسبة للمكونات، عندي كاس ولا فنجان تاع الحليب يكون دافئ، نزيد عليه مغرف كبيرة تاع الخميرة، مغرف كبيرة تاع السكر، ومغرف كبيرة تاع الحليب. نخلطهم هكذا برك في غيسيبيون صغير ولا في هذاك الفنجان، برك يكون كبير شويه باش ما تفيض لكمش الخميره كي تتخمر. دون ان اوتر غيسيبيون غربلت 600 غرام فارينه، نزيد عليها شويه زيت دو سيترون، شويه تاع لافاني ورشه تاع الملح. نخلطهم هكذا كيما راكم تشوفوا. نكه الفارينه تاعي، نزيد عليها حبه تاع البيض تكون ا تمبيراتور امبيونت بدرجه حراره الغرفه، ونزيد عليها 4 مغارف كبار تاع الزيت النباتية، حوالي ربع تاع الكاس. ندير هكذا شيء على شكل حفرة برك، نخلط بلا كويير، جي با بيزوان دوتيليزي مي مان. ونزيد هذاك الحليب اللي يكون تفاعل مع الخميرة. انا هنا كنت قسمته على زوج باش ما يفيضش من هذاك الفنجان. الو نزيدو هكاك بالتدريج، نخلط على دو لا كويير برك. قلت لكم ما تحتاجوش تستخدموا يديكم، ديجا لاباط لازم تكون جريه شويه، ما تجيش بزاف ناشفه. هنا زدت مغرف تاع الزبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه ا تمبيراتور امبيونت، هكا باش تكون سهله ا مانيبيولي. Et je vais commencer à ramasser légèrement avec les bouts des doigts برك. ما تحتاجش كامل تعجنوها، ولا j'ai même pas besoin d'utiliser un pétrin. Enfin اللي عندها un pétrin c'est beaucoup mieux. مي اللي ما عندهاش تلم هكذا برك باطراف الاصابع، ولا مام تحبي تلمي بلا سباتول برك ما توسخيش كامل يديك. هنا زدت لها حوالي 4 كاس تاع الحليب برك باش تجي كما قلت لكم ما تجيش ناشفه. وغطيتها خليتها تخمر لا بروميير فوا. كي خمرت كما راكم تشوفوا راني نديغازي فيها. ودائما المعجنات نخدمهم بالزيت، يعني ندير شويه زيت في يديا ونبدا نخدم هذيك العجينه. هنا حطيت شويه زيت في يديا وكسرت لها التخمير. هنا راهي خمرت بور لا دوزيام فوا. الوغ نجيب هكا شويه زيت دون ان بتي بول باش يعاونني في الخدمه. et j'ai pas besoin de fariner mon plan de travail ni d'utiliser de la farine parce que راح تيبس العجينه. دونك هكذا كي نخدم بالزيت تجيني خفيفه اكثر. هنا جبت اون بتيت بارتي تاع هذيك العجين، ما نخدمهاش كامل، يعني نخدم كيما نقولوا نخدم بلي بارتي. Je vais juste l'étaler l'aplatir à l'aide de mes doigts. J'ai pas utilisé un rouleau، يعني حليتها برك بيديا وشويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. الوغ ندير لها اون ايبيسور دو 1 سنتيمتر هكاك، ونبدا نقطع فيها بهذا لومبورت بياس. اللي ما عندوش هذا لومبورت بياس سبيسيال يجيب ان لومبورت بياس مدور، يقطع هذيك الدائره ويجيب ان بوشون تاع القرعه ولا ان اوتر لومبورت بياس مدور صغير، يدير هذيك الدائره اللي في الوسط. كما راكم تشوفون نكمل نقطع كامل هذه العجينه تاعي على شكل لي دونيت، وكما راكم تشوفوا نقطعهم دي بتيت بارتي، ماشي كامل العجينه تاعي اللي نتاليها اشاك فوا نجيب هكا ان بو باش هذيك اللي تبقى لي شغل ما تتخسرش على فوا. نحطهم كامل فوق الطرشونه تكون نقيه، درت عليها شويه تاع الفارينه، نخليهم يتخمروا بور اون تروازيام فوا. كي تخمروا لي نجي نطيبهم في الزيت تكون دافئه هكاك، و يطيبوا على نار تكون متوسطه، ماشي بزاف قويه سينو ما يطيبوش من الداخل، وماشي بزاف خفيفه سينو يتشربوا كامل هذيك الزيت تاع القليان. كما راكم تشوفوا نطيبهم وراهم تنفخوا يعني، وج في لي زيغوتي من هذيك الزيت تاعها. وهنا بالنسبه لا ديكوراسيون كل واحد وكيفاش راهو حاب يدير. انا قلت لكم خويا الصغير طلبهم مني، الوغ جي في اون سورت يجوا مشهيين للاطفال، يفتحوا لهم الشهيه. دونك نوعت في لا ديكوراسيون، درت كلكوزون برك بلو سكر، درت كلكوزون بلو شوكولا ولي بيبيت، كلكوزون بلو شوكولا وهذوما لي بيبيت اللي يجوا كولوري. هذه درتها بالطليه، الطليه اللي نديروا بها العرايش وكامل. قعدت لي كي درت لي كوموند تاع الحلوه الوغ جلي ريوتيليزي هكا ما تتخسرش. هنا زدت لها شويه تاع لو كولورون روج، جات بزاف شابه، يعني هذه سيتي لا بلو بيل. هذه هي كامل اللي عجبتهم، وهذه هي
نخلوهم ينشفوا ونقدموهم بالصحة والراحة. نتمنى تجربوا الوصفة وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتبارطاجيو لا فيديو.